اصدقائي احبابي متابعينا في كل مكان، اهلا بكم على قناه ايمن سبورت 2 وحلقه جديده من حلقات فرفوش واصحابه. ايه الجديد في الوسط الرياضي النهارده؟ مفيش جديد يا سيدي، عمالين يتكلموا على موضوع امام عاشور، هيجي الاهلي ومش هيجي الاهلي. هذه القصه اللي ماشيه اليومين دول. شكله كده هيجي الاهلي. انا متهيألي ده رايي، يعني متهيألي بلاش. نشوف حد كده احسن وفي نفس مركزه وندفع 3 مليون دولار وزي بعضه. تصدق يا ده فرفوش، انت على قد ما انت عامل زي رجل الكنبه، انما كلامك صح. لم لمسك شويه يا كوتش واسند ظهرك. ولو ما لمتش نفسي يعني هتعمل ايه؟ هذا عليك دعوتين، ربنا ياخدك. بتقول ايه يا ده فاهم؟ لا مفيش يا كوتش، انا بقول ربنا يهديك يا كوتش. يا جماعه خلينا في موضوعنا دلوقتي وسيبكم من موضوع امام عاشور ده. شكله كده مش جاي، لا ما اعتقدش ان الاهلي هيدفع 3 مليون دولار. موضوع يعني مش سهل. اه فعلا، خلينا بقى في موضوع الشناوي عشان في كلام رايح جاي رايح. ولا في رايح ولا في جاي. هو الموضوع اصلا ان الجماعه بتوع السعوديه عايزين حد من اوروبا، كل تفكيرهم في اوروبا ولاعيبه اوروبا. مش هيجوا لنا خالص. يبقى مصلحه يقعد الشناوي ويتباع علي لطفي ويصعد بقى مصطفى شوبير والواد الجميل ده اللي اسمه حمزه علاء. وانا بايدك في الراي ده يا دي يا فاهم، الكلام ده مظبوط جدا. يا دي يا فاهم، انت اخطائك كترت معايا. طب وموضوع محمد شريف قاعد في الاهلي ولا مضى مع الزمالك ولا ماشي ولا ايه بالظبط؟ مفيش جديد في موضوع شريف، حته يقعد بقى مع الزمالك ما يقعدش، حتى كمان الاهلي كمان شكله كده مش عايزه. بيني وبينكم يا ريت يمشي ويجيبوا لنا واحد بقى ايه كوكتيل بقى من حسام حسن على فلافيو، يعني يكون واد ايه مخلص مخربش، ما يسيبش خط الدفاع ده المنافسين في حاله ابدا. فعلا انا فاهم، انت النهارده متالق قوي، كل كلامك صح. بقول لك يا فرفوش، ما تقول النادي الاهلي ياخد الكوتش ده ب 3 جنيه يلم الكور ورا المرمى اهو ونرتاح منه. خد يلا تعالى يلا، خد تعالى ما تخافش مش هضربك. سلام يا فرفوش.